يا روحي عليها، لو جربتِ مرة تعمليها وبالتتبيلة الخطيرة دي تتبليها وعلى البطرمان تشويها، مش هتبطلي بجد على طول دايمًا تعمليها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعميني بلايك حلو منِّك كده وكمان كومنت، وعايزة شير للفيديو ده عشان الفيديو يرفع ويتشاف. هاتي لي بقى فرخة بوزن 2 كيلو أو الوزن اللي انت حباه. الفرخة دي وزن 2 كيلو. غسلتها وصفيتها، وطبعا بنعمل لها محلول النقع بتاعنا عبارة عن ملح وسكر وكمان ليمون وسنة من الجنزبيل، وبتنقعاها شوية لمدة ربع ساعة 10 دقايق نص ساعة على حسب ما وقتك ما بيسمح. وبعد كده بتديلها شطفة خفيفة وبعد كده بتصفيها وتبقى معاكي بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي. هاتيلي بقى المبشرة وابشري بصلتين كده وسط بالمبشرة وحطيهم كده في البولة. معايا كمان 3 حبات من الطماطم برضو وسط، ابتدي برضو ابشريهم. تتبيلة حلوة ومميزة ولذيذة جدا جدا بالشكل ده، سريعة وسهلة، ولا بقى وسخنا الشفشق ولا الكبة ولا أي حاجة خالص. خديهم برضو كده على البصل. تعالوا بقى نبشر كمان 5 6 فصوص من الثوم بالشكل ده. ما تنسيش تحطي لايك عشان الفيديو بجد ما يقعش ويتشاف ويعني خليكي كريمة معايا كده زي ما ببخلش معاكم على أي معلومة والله في أي فيديو، ربنا وحده اللي يعلم. معايا كده عصير ليمونتين فريش. هاخد العصير بتاعهم وتعالوا بقى نبهر كل الكلام ده. معلقتين من الخل كده أو معلقة كبيرة من الخل، ومعلقتين من الزيت، ومعلقة من الصويا صوص. تمام. وهنا اللي هتوديلك الفراخ بتاعتك في عالم تاني، معلقة عسل أبيض أو عسل أسود اللي موجود عندك ضيفيه. فلفل أسود وكمون وكزبرة والسبع بهارات وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وسنة من الكركم وسنة من الكاري وسنة صغيرة جدا من الجنزبيل وشطة، ومعلقة كبيرة كده من الصلصة. لو الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي ولا حاجة، وتقدري برضو تستبعديها أي نوع بهارات مش موجودة عندك تقدري تستغنى عنه، مفيش مشكلة خالص. قلبي التتبيلة الخطيرة دي، عايزة اقول لكم التيست بتاعها عالي جدا وريحتها فظيعة تحفة، والطعم كمان بتاع الفراخ كان خطير ما شاء الله اللهم بارك. تبلي لي بقى الفرخة كويس جدا جدا كده من بره ومن جوه بايديك الحلوين. ما بين الجلد انا فرغت كده ما بين الجلد وما بين اللحم، وضيفي كده التتبيلة جوه وما بين الوراك. تبليها كويس جدا جدا. بعد ما تتبليها سيبيها لمدة ساعتين على الأقل أو ساعة. تمام. ويا سلام بقى لو قبلها بليلة تبقى خطيرة. بس أنا سبتها لمدة ساعتين كده 3 مش أكتر من كده. ادعكيها كويس بالشكل ده اهو كده ما بين الجلد واللحم كده وما بين الوراك. خطيرة جدا. نسيبها كده زي ما قلت لكم ساعتين 3، وتعالوا بقى نضيف بقى اللي هتزيد الجمال جمال، هتودي التست في عالم تالت خالص. هي معلقة زبدة أو سمنة ادعكيبها ما بين الوراك وما بين الجلد واللحم كده بتعلي التست جدا. هاتي بقى خيط. الخيط ده بيتجاب من عند العطار، حراري وبيدخل الفرن عادي خالص. ابتدي بقى كتفي الفرخة بالشكل ده واربطي رجليها كده عشان لما تقعد على البطرمان كده تبقى مستقنيصة. هاتي مية من الحنفية عادية خالص. لازم البطرمان يكون فيه مية لنصه، وكمان الصينية ورق لورا، وكمان جبت قشور الليمون ورميتها كده في الصينية، وكمان ضفت في البطرمان في المية كده كام عود من القرنفل حبتين 3 كده، وكمان كام حباية من الحبهان، وكام ورقة من الورق اللورا عشان لما تغلي كده تطلع متطيبات وريحة جميلة جدا على الفراخ. بصوا بقى حطيتها كده بالشكل ده على درجة حرارة 200. طبعا الفرن كان سابق مولعاه من قبلها، وتسيبيها كده لمدة ساعة الأول على نار عالية، والساعة التانية بتهدي النار عشان تستوي كده وتاخد وتدي بشكل ودي. لكل كيلو يعني الفرخة دي وزنها 2 كيلو بياخد معاكي ساعتين في الفرن. تمام. هاتي بقى حلة زبدة وزيت أو سمنة وزيت، وانزلي كده بالرز اللي انتي هتعمليه. رز أبيض عادي خالص، وضفت كده مكعب ماجي عشان أنا ما عنديش شوربة.
تمام، وسِنّة من الكمون بيودّي طعم الرز في حتّة تانية خالص، وملح، وسمّي الله كده بعد ما شوّحتِ الرز كده وبقى حبّاية من حبّاية، تبتدي تنزلي بالمَيّة اللي بتغلي. دي بقى الحركة للمبتدئين، حُطّي المعلقة بالشكل ده، لو ما اتحرّكتش تبقى عندِك العقد بتاع الرز مضبوط جدًا. سيبي بقى وطّي النار خالص، سيبيه يتشرّب لمدة كده نُص ساعة، ربع ساعة، يبقى معاكِ زي العسل. عندي الفرخة اللهم بارك، كنت جايبة لِك كده خطواتها كده وهي في الفرن ما شاء الله اللهم بارك، البطرمان الإزاز مش بيفرقع خالص ولا بيحصل له حاجة، أهم حاجة راقبي الصينية لو نقصت منها المَيّة بتضيفي مَيّة بتغلي عادي خالص وهي في الفرن، تستوي معاكِ بتبقى طعمها خيالي مع التتبيلة الخطيرة اللي إحنا عملناها لها، خطيرة جدًا، جربيها بجد أنا واثقة ومتأكدة إن شاء الله هتدعي لي دعوة حلوة وليكِ بالمثل. شكلها بقى تحفة، مستوية، دايبة ذوبان مش مفتلة، خطيرة، جربيها